السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية المشمش في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس. اللايك يا جماعة، اللايك انا كل حاجة بتجيلي في الكومنتات انا بنزل لكم بقى فيديو، فيا ريت اللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد. واللي عنده اي حاجة يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله انا اكون معاكم وهرد عليكم اي حاجة انتوا عايزينها، استفسار او اي حاجة انا هرد عليكم باذن الله. بس ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك والشير يا جماعة عشان خاطري. بصوا يا جماعة، رؤية المشمش من الرؤى اللي هي مستحبة، بس الرؤى اللي هي ايه بقى؟ المشمش ده ارزاق، بس ارزاق بسرعة ما بتقعدش. ازاي يعني الرزق المشمش ده بيجي يعني ايه؟ لما كنتش انت تسألي او تشوفيه في السوق ما تعرفيش ان المشمش ظهر، او ان انت عايز حاجة ويجي حد بتقول له على حاجة يقولك في المشمش، يعني في المشمش ده مش موجود، مش بيقضى بسرعة. تمام؟ طيب احنا يعني لو انت بقى مقدم على وظيفة رجل يعني او مشروع او اي حاجة وشفت رؤية المشمش في المنام، انتبه بسرعة، اجري ورا المصلحة بتاعتك، دور عليها، لانها مش هتقعد ولا هتستناك. ما احنا ما كناش يعني الحاجة في وقتها مش هتلاقيها، لان المشمش ده بسرعة بيخلص بسرعة، ظهوره زي اللي انت شفته لمحته مرة تانية ما بتلاقيهوش. طيب لو ست متزوجة وشافت المشمش في المنام يا جماعة وحلو كده واخضر وجميل، اعرفي ان ده رزق، ورزق جايلك، بس انتبهي ليه، يعني رزق مش دايم، انتبهي ليه، شوفي هتعملي بيه ايه، يا اما مش هتلاقيه. تمام؟ اما شجرة المشمش، الشجرة نفسها انت واقفة جنبيها او انت بتاخدي منها، دي الشجرة دي دل على ايه؟ العيلة، شجرة العيلة. المشمش دي دل على الذرية برضو، لان النوايا اللي في المشمش، البذرة اللي جوه المشمش، لو ست يعني لو ست متزوجة ومستنية حمل وشافت المشمش، دي بشارة ليها بان في حمل ان شاء الله. ليه بقى؟ لان المشمش ده البذرة اللي فيه ده دل على الحمل، ودل ان هي باذن الله ربنا يرزقها بولد. تمام؟ طيب البنت العزباء لو شافت انها بتشتري مشمش او حد بيديها مشمش او واقفه جنب شجره مشمش وبتاخد منها، اعرف ان ربنا هيرزقك بواحد كويس. انتبهي بقى له، يعني جاي اسالي بسرعه وخلصوا في الدور بسرعه، لانه ممكن يجي يسال وانت تكسلوا او ان انتوا تعملوا، بتضيع الفرصه، خلاص ضاعت منك الفرصه. تمام؟ فالمشمش ده يا جماعه ظهوره بسرعه، رزق بسرعه. يعني وظيفة مش كنت تنتبهي ليها او تركزي ان انت تستقلي وتجري ورا مصلحتك، مش هتلاقيه، ولا مش هتلاقي الوظيفة دي، ولا تلاقي اللي انت نفسك فيه، لان هو او ان انت عايزة حاجة وحد يجي يقولك تقول له في المشمش، يعني الحاجة دي مش هتقدر. فلازم تنتبهوا يا جماعة، رؤية المشمش دي بتيجي انها رؤية يعني ايه؟ انجز، خدي بالك، انتبه الرزق ده، انتبه للشغلانة بتاعتك، انتبه لمصلحتك. تمام يا جماعة؟ رؤية عصير المشمش دل على الصحة، دل على الصحة، دل على الرزق، العصير نفسه. تمام؟ اما المشمش اللي هو البايظ، اللي هو بيبقى يعني ما اشتريتي مشمش وجبتيه وسبتيه بره التلاجة وسبتيه دقيقتين تلاقيه طري وبقى بيبوظ كده، فده يا حبيبتي دليل على شوية تعب او مشاكل او معاناة في حاجة، في شيء انت نفسيتك تعبانة منه او انت نفسيتك تعبانة منه، لان المشمش البايظ دل على تعب، معاناة، ضيقة، قلة رزق. فده الرزق المشمش اللي هو البايظ الطري ده اللي هو بيبوظ بسرعة. تمام؟ طب لو لقيت المشمش الاخضر او او في واقع على الارض او انت بتجيبيه من على الارض، رزق ورزق بمعاناة، او انت الرجل يعني، او رزق انت بتتعب عبال ما تجيبه. بس عامة يا جماعة المشمش رزق، بس مش رزق مش دايم، بيخلص بسرعة، ما انتبهتيش للحاجة دي مش بتلاقيها. فياريت رؤية المشمش دي الرؤية ان انت تنتبه لشيء، لان لما تيجي تسأل حد يقولك في المشمش، يعني الحاجة دي خلصت خلاص انتهت.
والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.